تعرف ايه عن نظريه هيتشكوك؟ نظريه هيتشكوك ديت نظريه بتقول ان المتفرج دايما شايف ايه اللي بيحصل عكس البطل. تعال نشوف فيلمين بيتكلموا عن نظريه هيتشكوك. طبعا في مئات الافلام او مئات الالاف الافلام اللي بتتكلم عن نظريه هيتشكوك، بس انا النهارده هتكلم عن فيلمين بيتكلموا عن نظريه هيتشكوك. ده فيلم انا هتكلم عنه دلوقتي. عيلتين بيتعرفوا على بعض اثناء عطلاتهم الصيفيه، لكن اثناء التعارف دوت بيحصل كيمياء جدا ما بين العيلتين دول، وفي عيله بتقرر ان هي تستضيف العيله الثانيه في بيت. لكن اللي احنا بنكتشفه ان العيله دي اللي هي بتستضيف العيله بتقرر ان هي اصلا بتخطف الاطفال بطريقه صعبه جدا، وكمان بتقضي على العيله الاولى من الاب والام، والولد الصغير هو اللي كشف حاله هذه العائله. الفيلم دوت بيقولك من الاخر مش اي حد تعرف عليه تروح عنده البيت، حتى لو هو راجل كان كريم جدا ما تعملش ده. ده فيلم اسباني صعب جدا. لما شفت الفيلم ده لاول مره قلت لا ده فيه رومانسيه هتقطع الدنيا، لكن الحقيقه ان الشخص اللي هو استضاف هذه